السلام عليكم. النهارده هنعمل حوض السمك للاطفال. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه بوسي مصطفى. النهارده هعمل لكم طريقه عمل حوض السمك للاطفال الصغننين او كوسيله تعليميه ليكي في الفصل بتاعك او القاعه بتاعتك. النهارده انا ما عرفتش اصور وانا بنفذه، فحبيت ان انا اوريكم الفكره بشكل بسيط ومسهل. بصراحه انا عارفه ان كل الحاجات غلت دلوقتي وبقت اسعارها اوفر. ده شكل حوض السمك اللي انا عملته. انا عاملاه لابني كنشاط في مدرسته، وان شاء الله هعمله برضو كنشاط عندي جوه القاعه بتاعتي. اول حاجه جبت الصور دي صور طبعتها من على النت عادي اهي، ودي برضو صورة من على النت عادي خالص. وده فوم، انا عملت الخلفية كده وغلفتها بترانسبيرنت اللي هو الابيض ده الشفاف عشان خاطر تحفظها. وجبت علبة عندي فاضية، كانت علبة ملاية كبيرة براحتك حسب اللي انت عايزاها، وقمت مغلفاها وخليتها كله تمام. وجبت هنا من تحت ده كرتون وعليه اللي هو الزلط اللي بيجي مع حوض السمك، ودي قواقع، وده اشكال السمك. وده برضو كان في حوض السمك عندي. طبعا انت ممكن تعملي الاشكال دي بالورق العادي اللي هو ورق الفوم العادي. وقمت جايبه بقى السمك بتاعتي، قلت اما اغير انزل حاجه بحبل وخليته وش وظهر عشان خاطر ما تيجي تتقلب ما تبقاش وحشه. ودي برضو عندي اهي وش وظهر برضو تمام. انما بقى الدولفين الجميل ده انا عاملاه على شفاطه، مدخلاه في شفاطه ومدخلاه جوه في الخلفيه عشان خاطر يبقى ثابت كده وفي نفس الوقت واقف. وهنا السمك حاطه اهو كرتون وحطيت عليه، وده برضو السمك اهو عشان يبقى مجسم وبارز ما يبقاش ملزوق كده وخلاص. يعني هوريكم السمكه دي ملزوقه كده على الارض على طول، مفيش حاجه مجسمه، فاللي هي شكلها مش ظريف قوي زي ايه السمك اللي محطوط عليه كرتون. دي بقى كرتونه من ورا ومن قدام اهو مثبتاها كمان من ورا زي الاخطبوس كده، الاخطبوط يا ربي. وحطيت بقى شويه من الزلط بتاع اللي هو حوض السمك والقوقعه الجميله الحلوه دي الصغنونه. وده الشكل النهائي ومعلقاها بقى على شفاطه. طبعا انتي براحتك، عايزه تعلقيها على شفاطه او تعلقيها على اي حاجه او تسيبيها مدلدله او ممكن اصلا ما تعلقيهاش براحتك خالص. وجبت بقى من بره حطيت زينت الشكل بتاعي، وحطيت سفينة، وحطيت برضو من الطوب بتاع الحوض. وده الشكل النهائي. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، واستنوني في افكار جاية كتير ان شاء الله. الفكرة الجاية هتبقى بتاعة البنك، هوريها لكم عشان خاطر النشاط اكتشف، والنشاط الرياضي محتاج قوي المواضيع دي، وانا بصراحة معجبة بيه جدا جدا جدا، وان شاء الله هعمله عندي. يا رب يا رب يا رب يكون عجبكم. والموضوع مش مكلف زي ما انت هتجيبي الفوم دلوقتي. الفوم دلوقتي بقى سعره عالي قوي وفعلا بقى محتاج ميزانية. فانا حبيت اصور يعني مثلا هتعملي ورقتين من الاسماك على حسب الاحجام انت عايزاها، ممكن تصغري شوية او تكبري. وعملت الخلفية دي، ممكن انتي تعمليها وممكن لا براحتك. ممكن انتي اصلا تخليها كلها من الفوم، بس ممكن تخليها بيضة وترسمي عليها، ممكن توفري باي شكل من الاشكال. ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناه وتفعلوا الجرس، ومستنياكم رايكم. هستنيه اشوف هتكتبوا لي ايه. مع السلامه، باي باي.